اول حاجه معانا هنجيب صينيه كبيره نحط فيها كميه الكنافه اللي احنا هنعملها. اهم حاجه الكنافه تكون مجمده، وتطلعيها من الفريزر تقطعيها بالسكينه شرايح كده رفيعه عشان تطلع معاكي يعني زي مبشوره كده بالشكل اللي قدامك دوت. ولو مش عايزه تقطعيها ممكن لو عندك مفرمه تحطي فيها الكنافه اللي انت عايزه، الكميه اللي انت حباها تفرميها وتطلعيها تطلع معاكي مفروله خالص وحلوه. بعد كده هتحطي عليها معلقتين كبار سمنه او 3 معالق، انا ضفت معلقه تانية بعدها، وهنقلبهم في بعض كويس. بعد كده هنحط عليهم معلقتين كبار سكر بودره وهنقلبهم مع بعض. هنا بقى انا بعد ما قلبته خلاص حطيتها في الفرن، لقيتها تاخد وقت كبير معايا، قمت مطلعاها وعملتها على البوتاجاز من فوق. ما خدتش وقت صراحه واتعملت بسرعه وكان لون حلو. على ما تتعمل بقى هنروح نجيب بوله نحط فيها كوبايه كبيره من الميه المتلجه اهم حاجه، وعليها نص كوبايه من الكريم شانتيه، وعليها ربع كوبايه من السكر البودره. هنخلط كل دوت بقى بالمضرب الكهربي. ولو ما عندكيش مضرب كهربي هتضطري ان انتي تضربيه بايدك، هو صعب شويه وهياخد وقت كبير بس هيعمل معاكي مفعول بس بعد وقت طويل صراحه. دلوقتي هنا احنا ضربنا الكريم شانتيه بالمضرب الكهربي، فضلنا نضرب فيه حبه حلوين كده لحد ما وصلنا للقوام التقيل دوت عشان يمسك فيها. بعد كده طلعنا الكنافه زي ما انتم شايفين كده. انا لقيتها خدت وقت كبير في الفرن، قمت مطلعاها وعملتها على بوتاجاز. وصلت للون دوت. اهم حاجه في الوصفه ديت والخطوه ديت ان انت تسيبيها تبرد خالص، ما ينفعش تستعمليها وهي سخنه، بتسيبيها تبرد خالص. وبس كده خلصنا 3/4 الحاجة. عملنا الكنافة وهنسيبها تبرد خالص زي ما قلنا، وعملنا الكريم شانتيه ممكن تحطيها في التلاجة على ما دي تبرد. ونكون مجهزين مانجا معانا مقطعينها مكعبات صغيرة، مفيش مانجا ممكن تجيبي فراولة فريش تقطعيها مكعبات برضو، مفيش تجيبي موز بس الموز لازم يتاكل في وقتها عشان ما يسمر. هنا بقى هنبدأ نزين المكونات بتاعتنا. عندك كاسات مفيش مشكلة، كوبايات من اللي هي العرض ديت برضو هتبقى شكلها حلو، او ما لو ما عندكيش تجيبي صينيه، يعني في اي حاجه انتي حباها. اول حاجه هنحط طبقه من الكريم شانتيه، عليها طبقه من الكنافه، بعد كده هنحط عليها طبقه كمان من الكريم شانتيه. في الخطوه دي حابه تحطي مانجا فراوله موز في النص كده براحتك، مش حابه هنكمل بنفس الخطوات. هنحط عليها كنافه بقى، طبقه كنافه حلوه، وعليها طبقه كريم شانتيه كمان. انا هنا سويت الكريم شانتيه، وهنحط عليها شويه مانجا على الوش كده. بس خلصنا ديت. هنكمل بقى بقية الكاسات بنفس الطريقة، وبعد كده هجيلكوا في الاخر واوريكم شكلها عامل ازاي. بجد الطريقة دي سهلة وحلوة قوي وبسيطة، وكمان طعمها حلو قوي وهتعجب الاطفال. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك عشان يوصلكوا كل جديد، وتدعموني لان دعمكم بيفرحني ويسعدني. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب.